مساء الخير على احلى متابعين النهارده بقى قررت اعمل لكم او اعلمكم طريقه الصياديه الدمياطي بالظبط كده. الصياديه الدمياطي لان الصياديه الدمياطي هي نمبر 1، محدش عارف يعملها غيرنا، ولو عرفتم تبقى زي الاصل اللي هي الدمياطي. فتعالوا مع بعض اوريكم الطريقه، هي سهله وبسيطه، فيلا بينا. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسيش تعملوا لنا متابعه وتدوسوا على القلب تعملي شير للفيديو ده، وهستنى منك احلى تعليق. بصي يا ستي، اول حاجه معانا وهو السمك، نضفناه ونقعناه شويه ملح وليمون وادينا له التظبيطه التمام، وسايبينه بقى في الميه بقى مع راحته. تمام. هنجيب بقى بصلتين كبار ونبشرهم بالطريقه باي شكل انت عايزاه، مبشره على ايدك في الكبه باي وسيله انت عايزاها باي طريقه، لان مش فارقه طريقه يعني شكل التقطيع يبقى ازاي، لان هقول لكم ليه احنا بنعمل بايه. فبصلتين كبار وشغاله اغنيه دايما دوبه. ده شكل البصل بتاعنا والسمك بعد ما شطفناه شطفا جيدا جيدا جيدا. بعد بقى ما الزيت بتاعنا سخن هننزل بالبصل الحلو بتاعنا، نقعد بقى نقلب 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 لحد ما يوصل للون اللي هوريهولكوا اللي هيبقى مطلوب للصيادية، عشان الرز بتاعنا ميبقاش فاتح، وكمان الشوربة بتاعتنا متبقاش فاتحة قوي، احنا عايزينها لا فاتحة قوي ولا غامقة كحلة عشان ما يمررش معانا. فهوريكوا اللون المطلوب ليه. وطبعا الصيادية ممكن اعملها بطريقتين، بس الطريقة دي انا بحبها اكتر. اول ما تبدأ توصل للون ده بنهدي عليها النار ونقعد نقلب 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 فيها. تمام. لحد ما تلاقي البصلة بدأت تدخن معاكي، تقومي بقى منزلها عليها ايه بشوية مية سخنين، قامت ريتلي كده مية. شوفوا انا هنا مسخنة مية على البراد. تمام. عشان انزل بقى بالبصلة على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا بقى بالمية بتاعتنا، هنسيب البصلة تغلي كويس قوي 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 بقى مع المية عشان تنزل اللون بتاعها الحلو اللي احنا هنشوفه مع بعض. بعد بقى ما الشوربة غلت معانا هنبدأ نصفيها في حلة تانية. حلة هي تمام. حطيت المصفى هنصفيه بقى البصلة كلها. بعد بقى ما صفينا البصلة قسمنا نص الكمية هنا ونص الكمية هنا، عشان دي للسمك ودي هتبقى شوربة الرز اللي احنا هنعمل فيها الرز الملون الصيادية بتاعنا. كل اللي هعمله ان انا هنزل بشوية فلفل اسود هنا، وشوية برضو هنا، وشوية ملح، مش اكتر من كده خالص. مش هنزل اي توابل تانية عشان الشوربة معانا ما تمررش. شوية ملح اهوت هننزل بيهم ونقلب وندوق الاول عشان الملح بتاعها برضو ما يبقاش زياده. برضو نفس الكلام هنا هننزل نص معلقه ملح كده صغيره، ديت شوربه الرز او ميه الرز، ونقلب. بعد ما الشوربه بتاعتنا غلت معانا كده هنبدا ننزل بقى بالسمك بتاعنا. لا ادي اول سمك كده بقى، بننزل بالسمك بقى بتاعنا. انزلي بقى بالسمك كله لحد اما تنزلي كل الكميه وتزودي شويه ميه تغطي بس السمك ده. وبعد ما نزلنا بالسمك كله وزودنا شويه ميه عشان نغطي بيها السمك، ندوق بقى الملح بتاعنا ونشوف اذا كان مظبوط ولا نزود شويه، عشان احنا طبعا زودنا ميه. شايفين لون الشوربه عامل ازاي؟ ده اللون بقى المطلوب. هننزل بقى نص عصرة ليمونة كده على السمك، بتديها طعم حلو قوي مع ما المية تغلي مع السمك، بيبقى بجد بتفرق معاه جدا. السمك عامة بيحب الليمون، نديله ليمون طبعا، احنا لسه هنديله كمان بس اثناء الطبيخ هنديله بس نص عصرة ليمون. كده بقى السمك بتاعنا بقى تمام ومية مية. هنغطي عليه ودوبك ياخد قلبتين اول ما المية تغلي، ونقوم طافين عليه. السمك ما بيقعدش كتير، 15 دقايق بالكتير، ونقوم قافلين عليه. نسيت اقول لكم قبل ما السمك بيغلى، شايفين الريم ده بنشيله عشان الزهامة ميبقاش في السمك ويبقى المية صافية خالص. فاشيل كل ده بسرعة قبل ما المية تغلي وارجع لكم تاني. شيلنا الريم اهيت والمية بدأت تصفى، لسه في حتة اهي. خلاص بقى نغطي عليه ويدوبك 5 دقايق كمان ونطفي عليه. ديت بقى مية الرز بتاعنا، هننزل بقى بيها بالرز. بسم الله. اهو نزلنا بالرز بتاعنا، يدوبك المية مغطية الرز. طبعا حاطين ملحنا وفلفلنا وكل حاجة. هنغطي عليها ونسيبه بقى لما يتشال، نقوم موطين عليه خالص. والسمك بتاعنا احنا طفينا عليه خلاص. الرز بتاعنا اتشرب خالص وغطينا عليه وادينا له تقليبة حلوة عشان ما يعملش حكيكة، وهنغطي عليه وبس كده. بعد بقى ما يستوي معانا هنطفي عليه، ويبقى كده احلى صياديه دمياطي هتاكلوها بجد، هتدمنوها.
لو عملتوها بالطريقة ديت هتعجبكم جدا جدا جدا، وكل اللي هيدوقها منكم هيقولك دي دمياطي دمياط. بس كده، هستنى منكم تعليق حلو واشوف بقى اللي هجربها وطلعت معاها حلوة يقول لي رأيها في ايه. متنسيش لو وصلت لاخر الفيديو معانا تعملي احلى متابعة واحلى قلب واحلى شير، واستنى منك تعليقات. وكل اللينكات كمان مثبتة عندكم في البايو، خشوا برضه تابعوني. سلام.